سلام بنات، كعاملين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحال دايما. اليوم ان شاء الله البنات نحضر معاكم غريبه السمن او البهله اللي تنظن حتى شي دار مغربيه اللي ما تيعملوش هاد الحلوى هذه اللي كبرنا بها، الحلوى ديال الطفوله كبرنا بها البنات، اللي تتجي ولا اروع. تتجي البنات مشقه لذيذه في نفس الوقت مقروشه، بمقادير جد بسيطه ولكن تتجي ناجحه 100%. بلا ما نطول عليكم البنات، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه البنات خديت القصعه ديالي، عندي هنا 400 غرام د الزبده البنات اللي مذوباها. والبنات انا تعجبني تنعمل هذه القضيه ديال الزبده مذوبه، لان حتى طالت عندي الحلوى ما تستعمل لا مذاق لا حتى شي حاجه، لان لا خليتو الزبده هيداك من تطول الحلوى طالت عندكم تجيو تذوقوها تلقاوها دارت واحد المذاق بحال البروده فيها بحال الغمال. المهم تتعمل المذاق، هذه المساله هكا. ما الحلوى لا كنتو غتعملوا الزبده هايده كتعملوها صاينه، يعني ما تذوبوهاش، راه الحلوى ما خصهاش تدوج عندكم مده طويله، ولكن لا تعطلت وخليتوها بالما ديالها تدير واحد في الحقيقه واحد المذاق. عملت كاس العنبه السكر حبيبات البنات، انا ما تعجبنيش تكون حلوه بزاف الحلوى. عملت كاس ونص ديال اللوز اللي عندي محمر بالقشور ديالو في الفران وطحنته في الهشوار. عندي كاس وشي حاجه ديال الجنجلان، اللي عندي الجنجلان البنات محمر، يعني ما تخليهش يخضر. عندي هنا البنات حبه حلاوه اللي عندي نقيه محمصه حتى هي شويه وطحنتها حتى هي، تتعجبني تعطي فيها مذاق مزيونه الحلوى. ولكن عندكم حتى النافع البنات، انا ما متوفرش عندي النافع، راه تنعمل فيها حتى النافع ولكن ما عنديش، ما عملتها حبه حلاوه. عملتها البنات انا تعجبني تكون فيها الكوزه، تنحك لها واحد نص كوزه، يمكن لكم تستغناو عليها ما تعملوهاش. عندي هنا واحد فاني ديال السكر غنعملها باش تطلق لنا ديك المذاق ديالها، وحبيبه د الملحه. صافي البنات هادو المقادير اللي عندي. القرفه البنات انا تنعمل 2 معالق ديال القرفه، تعجبني تكون باينه فيها النكهه ديال القرفه. ودائما تنقول القرفه، انا دائما عندي القرفه في الدار عواد، يعني من تنحتاجها تنطحنها في البلاصه باش يكون باقي فيها داك الجهد. غادي الزيت النباتيه البنات، انا نعمل كاس العنبه ديال الزيت النباتيه. هاد المقادير البنات يمكن لكم تضعفوها من غير الزبده، يمكن لكم ما تعملوا مثلا 500 غرام. صافي عملت داك الزيت النباتيه، غادي نخلط العناصر ديالي كامله، وغنبقى نضيف الدقيق تدريجيا بشويه بشويه بشويه، يعني كل حلوى. ودائما تنقول الدقيق ما بالعبار، يعني الدقيق على حسب الدقيق اللي عندكم، على حسب انت تعجني الحلوى وتتشوفي شحال باقي خاصها ديال الدقيق.
البنات تنستمر هيدا، تنضيف الدقيق وندلك العجينه ديالي. اختي قضمطوني ديك الليكات حيدتهم، قلت حنا مسانسن بلا ليكات وتندلكوا العجينه ديالنا، خاصه بالخصوص العجينه ديال غريبه السمنه البنات تتطلب الدليك. احنا هذه الطريقه اللي مسنسه في الدار ديالنا، يعني مسنسه غريبه السمن معروفه تندلكوها. من حدك البنات تعطيها الكف، تدلكيها بالكف، دلكيها بالكف ديالك من حد تطلق ديك الزبده تمشي فيها وديك الزويته، وتتطلب لك الدقيق اكثر من حدك تدلكيها وعطيها بالدقيق. يعني ما شاء الله راه تجي كميه كثيره كما قلت لك، من حدك تدلكيها وهي تطلب لك بالدقيق، يعني تضاعف الكميه ديالها. بغيتي توقفي وقفي، يعني الاختيار لك، يعني بغيتي تزيدي الحلوى تزكالك زيدي دلكيها اختي وزيدي الدقيق فيها. صافي تنستمر البنات هيدا تندلكها مزيان. البنات انا هاد الحلوى عملتها كيف فطرنا مول الفطور، عملتها وخليتها البنات حتى لغدا عاد كورتها. ما غاديش نعمل لها الخميره حتى لغدا. بغيتو نتوما تعملوا لها تدلكوها في البلاصه وتساليوها وتعملوا لها الخميره دائما هي الاخرى ضيفوها، يعني تتقربوا تكوروها. يعني ديك الساعه تزيدي هذيك الخميره عديها وتجيبيها صافي كوري الحلوى ديالك. انا قلت لكم خليتها حتى لغدا ليها، عملتها بالليل وغطيتها بلاستيك غذائي وخليتها حتى لغدا، دخلت فيها هذيك الخميره وكورت. صافي البنات هذه العجينه ديالي من بعد ما خليتها لغدا كما قلت لكم. خديت الخميره البنات، الخميره عندي انا هنا الكيس ديال 200 غرام، راه معروف ديك الخماره الكبيره اللي تنشريوها بدرهم البنات في المغرب راه معروفه. عملت هذيك البنات صافي مجرد كما قلت لكم غادي ندخلها فيها نديها ونجيبها، يعني ما تحتاج لنا ندلك هاد المرحله هذه لا. صافي الحلوى ديالي راه ديجا عندي مدلوكه، مجرد ما ندخل فيها ديك الخماره ديالي صافي غنبدا نكور الكويره ديالي د الحلوى ونعملها في الطاوه ديالي. الطاوه عملت لها البابي ديال لورنو. صافي نتوما شفتوا العجينه كيفاش سايخه د الكراسه. صافي غادي نكورها. والحجم ديال الحلوى نتوما ما بغيتو البنات، انا تعجبني الغريبيه تكون معروفه، غريبيه تكون يعني كبيره شويه، ماشي الحلوى انا تعجبني الحلوى تكون صغيره، ولكن بالضبط الحلوى ديال غريبيه السمن تعجبني تكون كبيره. صافي كورتها البنات وتنبرك عليها شويه ما تجينيش عاليه. صافي تنعملها في الطاوه عاديه كما قلت لكم. عملت الكاغي ديال لورنو وغادي ندخل نشعل الفران البنات. الفران دائما تنقول كل واحد والفران ديالو. انا عندي الفران ديال الضو البنات غادي نعمل لها العافيه، نشعل لها العافيه من الفوق. اول حاجه انا تنعمل الحلوى ديالي الفران تيسخن، مشعله من الفوق ومن التحت. من غادي ندخل الطاوه ديالي الفران غادي نطفي العافيه التحتانيه، نخلي العافيه من الفوق، غنخلي العافيه من الفوق البنات. وغادي العافيه مجهده، يعني في الاول تكون مجهده، من بعد تنهبط لها شويه العافيه وتنخليها. وانتم مراقبينها البنات ما تغفلوش عليها لان تقدر تشرط لكم تحرق لكم. صافي من بعد ما تتشقق لي الحلوى كامله من الفوق عاد تنشعل عليها البنات من التحت باش تحمرنا تحميره وحده وتطيب لنا من الحلوى تطيبكم من التحت ومن الفوق. ها نتوما شفتوها من بعد ما خرجتها من الفران الحلوى ديالي تفرقعت جات غزاله البنات. صافي هذه هي الحلوى ديالي ديال نهار اليوم كما قلت لكم، غريبيه السمن اللي تتجي اكثر من رائعه البنات. تيجي ديك المذاق من السما كما قلت لكم، حبه حلاوه والنافع راه تيعطيوها واحد المذاق تيجي غزال فيها. انا عملت للبنات حبه حلاوه كما قلت لكم، النافع ما عنديش ولكن راه دائما تعمل فيها النافع مع داك القرفه مع داك الكوزه. قلت لكم الكوزه الا بغيتوا تستغنوا عليها ما تعملوهاش، انا تعجبني المذاق ديالها عليها عملتها. نتوما يمكن لكم تكتفيو عا بالقرفه البنات تعطيها حتى هي مذاق مزيان
مزيون وديك حبه حلاوه والنافع. ايوا اختي هذا هو الاقتراح ديال اليوم، تنتمنى يعجبكم. فعلا حلوه بسيطه ولكن حلوه معروفه البنات، تجي ولا اروع، لذيذه، تتفرتت في الفم وفي نفس الوقت تجي مقروشه. البنات ديك الجنجلان وحبه حلاوه والنافع ضروري تحمصوهم شويه عاد تعملوهم، ما تعملوهمش خضر. صافي كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، نضربكم موعد حتى الفيديو قادم، في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسلامه.